شايف انا الفترة الأخيرة انه في ناس بدأوا يطلعوا يقولوا والله السعودية ما عاد فيها محاضرات دينية وما تحترم العلماء وتاخذ المشايخ ترميهم في السجون. اخس عليكم، اتق الله ولا تفتري على حكومتنا الرشيدة يا رجل. فرجوا على هذا العالم الجليل اللي استقبلته حكومتنا الرشيدة في المطار. بالله ما عرفتوا هذا مين؟ هذا العالم الجليل المفكر اللي يصنف من كبار العلماء في الإلحاد. اي والله انه هذا ملحد، وقاموا له المحاضرات في مدينة جدة والطائف حتى يسيء للدين الإسلامي ويسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. ما انت مصدقني صح؟ يجب أن يتحول الإسلام إلى دين فردي لا دين جماعي أو دين دون ذلك يستحيل التقدم. الإسلام اليوم لا عقل فيه، إسلام بلا ثقافة، والإلحاد خطوة أساسية في التحول الاجتماعي والثقافي والإنساني. يا اخواني هذول هم العلماء الشرفاء اللي تحترمهم حكومتنا، لا تقول لي خالد الراشد وسفر الحوالي ومدري مين، هذول الناس البيئة اللي يقولون قال الله وقال الرسول. خلاص وين حبيبي؟ الإسلام قديم ترى، قبل 400 سنة، لا تغثونا. واحنا يا حبيبي ما بنحرمك من الإسلام، تبغى تكون مسلم على عيني وراسي، بس لا تجي تغثنا. عندك المساجد مفتوحة، تبغى تصلي اوكي، تبغى تصوم برضو اوكي، ما حد راح يقول لك شيء. لكن تجي تقعد تأذينا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقعد تقول قال الله راح ندعس عليكم ومصيرك السجن يا متخلف. متى بتفوقوا يا اخواني وتعرفوا انه محمد بن سلمان عدو الله وعدو الرسول؟ متى بتغضب من اجل دينك؟ ابغى افهم. وانا اقسم بالله انه راح يلعنكم الله سبحانه وتعالى اذا سكتوا على هذه المهازل، وراح يعذبكم اشد العذاب في الدنيا والاخره. مو كلامي، كلام الله في القران. انتم متعظتم من فيروس كورونا، فيروس لا يرى بالعين المجرده، ارهب العالم، قفل الدول، قفل المصانع، ضرب اقتصاد دول، رفع دول، عل دول، حتى قفل المساجد وحرمكم الله منها. كورونا جندي من جنود الله ولكن مذكر وليس مدمر. المدمر ورب الكعبة باقي ما جانا. طيب ما شفتوا الزلازل اللي صارت في تركيا وكيف الله أظهر قوته؟ الزلزال مدته 50 ثانية وورانا عشرات آلاف الجثث. ما سمعتوا قول الله يوم قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. عندي سؤال، إيش اللي منع الله الآن أن يرسل عليكم أشد العذاب؟ دعاة الإلحاد يجون إلى وسط بلاد الحرمين اللي انطلقت منها الرسالة ويعلمون الناس الكفر بالله، وتستقبلهم حكومتنا وتكرمهم اللي تزعم انها تطبق القرآن والسنة وتقول هذا دستورنا. وين هيئة كبار العملاء اللي يستلموا رواتب من 70,000 وفوق ما نسمع صوتكم؟ وين شعب بلاد الحرمين اللي ما عرفنا منه الا الغيرة على دين الله؟ يا اخي ايش بتقول لربك على سكوتك هذا يوم القيامة؟ كيف تبغوا الرسول يشفع لكم يوم القيامة ويشربكم من الحوض؟ انتم اللي كان يبكي عليكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء اخواني. يجي هذا الملحد اللي اسمه أدونيس ويستهزئ في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الاسلام دين التخلف، وتروح قناة العبرية اللي اسمها العربية تنزل عنه تقرير وتكرر. وقبلها جانا واحد اسمه علي البخيتي عنده صفحة في تويتر كلها استهزاء بالإسلام وبشرائع الإسلام، واستقبلوه في مكة المكرمة في بيت أحمد الغامدي سود الله وجهه. ولا أكلمك عن الصهاينة اللي قاعدين يتجولوا في المملكة العربية السعودية والآن رايحين المدينة يزرعون نخل هناك بعد ما طردهم النبي من 1400 سنة. ولا أحكيك على الرقاصات اللي في المسارح ويندفع لهم الملايين، إيش أقول إيش أخلي؟ والمشايخ الربانيين اللي فعلا عندهم الغيرة على الدين رمناهم لكم في السجون الآن. باقي ما عرفت ليش سجنوهم؟ الظاهر واضح. والله العلي العظيم إنه أول ما مسك محمد بن سلمان اتضح لنا إنه مشروعه لهدم الإسلام، ومشروعه نشر الفواحش والرذيلة، ومشروعه إنه يخليك مسلم هزيل وجبان لا تهش ولا تنش وتشوف إن كل الدين عندك هي الصلاة وبس. الإسلام يا إخواني فيه قسمين من الأعمال، أعمال انفرادية وأعمال جماعية. الأعمال الانفرادية هي الصلاة وقيام الليل والصوم وغيرها، أما الأعمال الجماعية مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة العدل ومحاربة الظالم ونصرة المظلوم. هذا لو تركوه المسلمين يلعنهم الله ويطردهم من رحمته ويعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. ترى الأمر جلل، يعني لا في الدنيا عايشين زي الناس، عطالة وبطالة وفقر وضرائب وقف خدمات، وفوق هذا ربي يغضب عليكم انكم شفتوا الدين يحارب وقاعدين ساكتين. ايش هذه الحياة الدنيئة اللي رضيتوا فيها يا مسلمين؟ لا دنيا ولا دين حقيقي. وانا اشهد الله على اني بلغتكم واقمت عليكم الحجة وانتم بكيفكم. يا بلادي واصل.